تعال اقول لك يا صديقي ان النادي الاهلي تراجع في فكره مدربين مصريين للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. طيب، مين الاسماء اللي معروضه ومين الاسماء اللي تراجع فكرتها؟ اول واحد هو جوزيه جوميز. جوزيه جوميز كان النادي الاهلي بيحاول بشتى الطرق يتعاقد مع المدرب ده، بس تعال اقول لك ان في الوقت الحالي الفكره ديت تراجعت داخل النادي الاهلي نسبيا. طيب، يوروسيتش اللي احنا قال وقلنا كلامه وقال لك انا عايز ادرب النادي الاهلي، اسمه طرح على الترابيزه بس في الوقت الحالي مش على خريطه النادي الاهلي. طيب، مين الثلاث اسماء بقى اللي النادي الاهلي داخل فيهم وبقوه وبيراجع الصفات بتاعتهم؟ اول واحد مين؟ هو كارلوس كارفرهالو. هو اسمه غريب يا جدعان، برتغالي يعني. طيب، الاسم الثاني مين؟ برونو لاج او برونو لاج، يعني برتغالي بقى. فالاثنين دول الصفات بتاعتهم قويه جدا والنادي الاهلي بيراجع بينهم دلوقتي. والاسم الثالث هو مين؟ هو مارك فان بومل، وده متهيألي اشهرهم. مدرب هولندي ومدرب السي في بتاعه كويس جدا، وان شاء الله النادي الاهلي يفكر كويس جدا ويراجع كويس جدا الصفات بتاعتهم عشان يجيب لنا مدرب هو فعلا قادر يقود النادي الاهلي ويعوضنا على الفتره اللي فاتت السيئه جدا للنادي الاهلي. قولوا انتوا بقى مين من الاسماء اللي انا قلتها دي هو الاكفأ لمدرب النادي الاهلي او يقود النادي الاهلي؟ اشتركوا في الكومنتات، وسلام.